صاحبك حول فلوس على حسابك ممكن تتحبس وانت مش دريان. في اغلب الاوقات صاحبك ممكن يطلب منك ان هو هيحول مبلغ معين على حسابك، ولما يروح هيطلب منك انك تحول نفس المبلغ على حسابه. لكن اللي انت ما تعرفوش انك ممكن في هذه الحالة تصبح متهم في جريمة غسل الاموال، لانه طبقا لقانون مكافحة جرائم غسل الاموال رقم 80 لسنة 2002 ان كل من استقبل مالا يعرف مصدرها او كان من المفترض عليه ان يعرف مصدرها، يعني يعرف مصدر هذه الفلوس جاية منين عن الفلوس، في هذه الحالة أصبح شريك في جريمة غسل الأموال. فمش شرط إنك تكون السبب الرئيسي في غسل الأموال، يكفي إنك سهلت العملية. العقوبة في هذه الحالة حبس وغرامة 500,000 جنيه ومصادرة جميع الأموال اللي دخلت حسابك. فقبل ما تستقبل أي أموال من أي شخص حتى ولو كان أخوك، يجب عليك أولا أن تعلم وتعرف مصدر هذه الأموال.